السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل مع بعض فطار لذيذ وسهل وسريع. هنا عندنا فراوله، طبعا موسم الفراوله بقى وشكلها يجنن. طبعا شلنا الحته اللي فوق وبدانا غسلناها، وطبعا بتنقع وتتغسل كويس طبعا. وبعد كده هنحطها بقى في الخلاط، نحط عليها كميه الميه المناسبه ليها، ونحط عليها طبعا سكر. طبعا السكر والميه دي على حسب ما انت بتحبي او على حسب الكميه اللي عندك. وفي اكتر من طريقه تقدري تعملي بيها عصير الفراوله، تقدري تعمليه بالميه او تقدري تعمليه باللبن زي ما بتحبي. تقدري كمان تخلطيه خلط ناعم ويبقى عصير ناعم، وتقدري تخلطيه ضربتين كده بس بتبقى فيه قطع من الفراولة. في ناس بتحبه كده وفي ناس بتحبه كده او بتفضله كده. انا العصير بتاعي كان ناعم، وزي ما انتم شايفين كده قدمته بالشكل الجميل ده. وكان ده طبعا بداية الفطار بتاعنا، طبعا بعد البلحية طبعا السنة. وهندخل بقى كده على الأكل بتاعنا، والأكل سهلة وسريعة ولذيذ، ورمضان بأيامه الحلوة اللذيذة بيجري مننا. الله الله، هنعمل بقى ايه النهارده؟ هنعمل سمك. البسارية ملهاش حظ كتير قوي في السفرة بتاعتنا او في الاكل بتاعنا. هنعمل بقى النهارده البسارية بطريقة حلوة قوي وجميلة. بصي بقى كده معايا، عندي البسارية نضفتها وفتحتها، وطبعا شلت منها الشوك بتاعها وغسلتها كويس. كان عندي توم وجبت شطة وكمون وملح وفلفل اخضر. وهنشوف كده هنعمل ايه مع بعض. هنخلط كل الخليط ده في الخلاط. انا كنت بخلطه في الخلاط ليه؟ لان كان عندي يعني كمية عايزة اعملها كتير، مش بس السمك، فقلت اخلطها وضفت عليها نقطة خل كده بس لزوم ان هي تحفظها يعني، او تحفظ لي التتبيلة دي. المهم جبنا كمان سمك بربون زي ما انتم شايفين كده، وضفت عليه كزبرة كانت موجودة عندي في الفريزر فطلعتها، عشان كده تلاقوا لونها ايه شوية مش فريش. المهم وجبت بطاطس قطعت شرايح كده رفيعة خالص زي الشيبس، وتبلتها بنفس التتبيلة اللي انا هتبل بيها السمك. وضفت عليها طبعا ليمون. وبدأت هنا بقى ايه ارص البسارية بتاعتي او القليتش بتاعي بالشكل ده كده في الصينية. انا ولادي مش بيحبوا السردين ولا بيحبوا البسارية، فانا حاولت ان انا اعملها لهم بطريقة ياكلوها، وبرضو ما يبقوش ايه يعني حاسين قوي ان هي دي البسارية اللي هم مش بياكلوها او مش بيحبوها. والحمد لله اكلوها وعجبتهم قوي قوي. بس انا ولادي ما بيحبوش ينضفوا ابدا السمك، يعني عايزين ايه السمك بس مش عايزين ينضفوه. والسمك اللي هو السردين والبسارية دول ابدا ما بيقبلوهم. فانا وباباهم قررنا بقى ايه نضحك عليهم كده، فقلنا نعمل الصينية دي. وفعلا الصينية دي اتاكلت كلها، ما استبش منها ولا حتة، غير يعني ايه الديل الصغنطوط ده، علشان كده ايه ما اكذبش عليكم. المهم رصيت بقى الصينيه بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما حاولتش اكتر طبعا من البطاطس ولا حاجه، ان مش هيكون هو ده الطبق الوحيد اللي موجود معايا على السفره. هنا بوريكم بقى التتبيله بقى ايه، حاولت اوزعها كده فوق البسارية بالشكل ده. تقدري تعملي برضو السردين بنفس الشكل، على فكره هيعجبهم قوي وهياكلوه وهيبقوا مبسوطين جدا بطعم طبعا لو انت بقى بتحبي حطي بقى ايه قطعي كده حلقات او ترانشات من الفلفل وحطيها، وقطعي ترانشات من الليمون. انا عصرت ليمون وعصرت وحطيت فلفل، وحطيت دلوقتي زيت الزيتون كده على الوش، وهديله يعني ايه تسوية من فوق ومن تحت. هنا كان عندي كاليماري فنضفته طبعا وغسلته كويس بالخل وبالملح. بعد كده هو عملت له برضو بالليمون غسلة كمان، وبقى زي الفل الحمد لله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الرجول ديت كلها وهنقطعها وهنشوف هنعمل بيها ايه. وهنقطع كمان جزء من الكاليماري، وهنضيف عليهم بقى بصلة كده مبشورة وعليها طماطمايه مبشورة وباقي التتبيلة بتاعت السمك اللي احنا كنا عاملينها. ونبدأ بقى ايه كده نخلطهم مع بعض، ونضيف عليهم ايه كمان، نضيف عليهم حبة من الصلصة، وطبعا حبة زيت زيتون كده، وهنحطها على النار ونسيبها بقى ايه تعيش حياتها وطلع لي احلى طاجن كاليماري ممكن تعمليه. انا عملت لكم كاليماري قبل كده في فيديو وعملت لكم معاه خلطة كده جميلة قوي قوي. تقدروا ترجعوا للفيديو ده
فيديو جميل جدا، وتقدري تعملي منه أكلة حلوة قوي قوي، وتستغني عن أي أكلة جنبها، وتعملي بس حبة رز وحبة سلطة، وتبقى عندك أحلى أكلة. حتى لو هتعمليها بالرجول بس هتطلع لذيذة جدا معاكي، وتقدري كمان تعمليها بأي نوع تاني من أنواع فواكه البحر. وهنعمل جنبهم حبة رز صيادية، وبطريقة سهلة قوي وحلوة، ودي بطريقة بصراحة اللي أنا معتمداها وبعملها على طول. ده كان طاجن الكاليماري لسه بقى على النار كده بيتسبك، كنت طبعا ضفت له نص كوبايه ميه كده. احنا هنا لسه بنعمل بقى في البصله بتاعتي بقطعها صغير، يعني مش صغير قوي، وبعد كده هو بحط حبه زيت، وببدأ طبعا ان احمرها لدرجة ان هي بتبقى يعني قرب ان هي خلاص هتتحرق، بس ما بحرق. اوعي توصليها ان هي تتحرق وبعدين تقولي ان انا قلت لك احرقيها. لا لا لا، ما قلتش كده. احنا اول ما اللون يوصل للدرجة دي كده، هي دي الدرجة اللي احنا عايزينها، هنحط عليها كمون، وهننزل طبعا بطماطمية كده متقطعة صغير. هنا كان عندي طماطم متقطعة صغير او مبشورة، وهنزل بقى بيها. ما عنديش حطي نقطة صلصة كده، يعني زي معلقة صلصة صغيرة، هي برضو هتقوملك بنفس الحاجة اللي احنا عايزينها. هنا بقى هننزل بقى بالمية بتاعتنا، وطبعا لو عندك حتة فلفل او يعني قطعي كده حبة صغيرين قوي من الفلفل الاخضر، برضو هيديها طعم حلو قوي. وهنحط الملح بتاعنا وننزل بالرز. طبعا الرز ده ما حطيتوش الا لما المية غلت، اول ما المية تغلي هحط الرز. وبعدين اهو زي ما انتم شايفين حطيت الملح على حسب كمية الرز. انا بعمل حوالي كوبايتين من الرز، بحط عليهم كوبايتين ونص من المية، على حسب نوع الرز اللي عندك. انا الرز اللي عندي بتستحمل ان انا احط عليها كوبايتين ونص ميه، بس هو الرز المصري تحطي كوبايتين ميه عليهم كوبايتين رز. شايفين بقى طاجن الكاليماري بعد ما طلع؟ دي صينيه البسارية لما طلعت، وكانت شكلها وطعمها تحفه. هنا بقى نبدا بقى نقلي السمك بتاعنا. احنا اهم حاجه عندنا الحاجات الاولانيه اللي هي بتاخد وقت. السمك طبعا المقلي ده مش بياخد اي وقت مننا، قد ما احنا متبلينه خلاص بيبقى بنحطه في الدقيق، وتقدري تحطي على الدقيق نفسه نفس التتبيله، او تحطي عليه كمون وشطه. برضو هيديله طعم وبعد تاني. وفي ناس بتحط عليه كركم بيديله برضو لون كده اللي هو الاصفر كده. هنا بقى كنت حطيت زيت في الطاسه، وبدأت أقلي السمك بتاعي بالشكل ده. طبعا قلية السمك يعني مش محتاجة ان انا اوريها لكم او اعرفها لكم، هي حاجة من الحاجات السهلة قوي. طبعا السمك ده من انواع الاسماك اللي ما بتاخدش اي وقت خالص في القلي بتاعها، يعني ياخد وقت قليل جدا. وطبعا انتبهي قوي وانتي بتقلبيه يعني، او بتحمريه من الوش التاني. بس كده كنت قليت السمك بتاعي، وزي ما انتم شايفين كده دي صينية البسارية بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن. وانا كنت الاول هعملها في طبق بايركس، بس مش عارفة ايه اللي خلاني ما عملتهاش فيه. المهم يعني فدلوقتي بننقلها بقى، وبنبدأ نقدمها في طبق تقديم او في سرفيس او كده، وبالشكل بقى اللي احنا بنحبه نقدمه. طبعا انا حاولت اطلع البطاطس كنت مقطعه رفيع زي ما انتم شفتم. ودي كانت الاكله بتاعتنا بكل تكاتها وتفاصيلها، عملناها مع بعض حاجه حاجه، والطعم حكايه حكايه حكايه، وبألف هنا وشفا. طبعا الاكل بقى شيء محير قوي قوي، فبنحاول على قد ما نقدر نشوف ايه الاكلات اللي ممكن نعملها مع بعض ونعملها. هناكل الاكل ده كده من غير ما نحلي؟ اكيد هنحلي، بس الحلو النهارده مش من ايدي. هندخل مع بعض ونشوف الحلو النهارده مع بعض ايه. هنجيب مسكربوني او هنجيب كريمه، وهنحطها مع بعض في اي بولة او اي حاجه نقدر ان احنا نعملها. بصراحه ما كانش قدامي دلوقتي غير ديت، فعملت فيها، فقلنا بقى يلا. هنا حوالي حطينا نص كيلو من الكريمه، وحطينا عليه 3 معالق من السكر كبار والبضايه، وبدأنا نقلبهم طبعا كويس بالمضرب. وبعد كده بكون مجهزة القهوة بتاعتي ببل فيها، او بحاول اني اعمل من الجنبين، اشبع من الجنبين البسكوت بتاعي، وبرصه زي ما انتم شايفين كده. وببدأ بقى طبعا واحدة واحدة لغاية لما بخلص كل الطبق او الطبقة الاولانية. بعدين بجيب الكريمة اللي انا عملتها،
ببدأ أوزعها كده، طبعا باخد نصها بس، ببدأ أوزعها بالشكل ده. وبعد كده بعمل نفس الخطوة اللي أنا عملتها في الأول، بس بكون عكس البسكوتة اللي اتعملت تحت. وبعد كده طبعا برصه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واحدة واحدة بقى لغاية لما بخلص الكمية كلها. وبعديها بحط الطبقة التانية من الكريمة، وفوقيها ببدأ أرش كاكاو. الكاكاو دي بتكون كاكاو خام من غير سكر. وده شكله النهائي. ايه رأيكم بقى في الأكلة السريعة الجميلة النهاردة؟ ألف هنا وشفا. وايه رأيكم في الحلو بتاعنا؟ أتمنى يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير لفوفينا.